واصل في حل هيكل صف ثاني عشر وزاري عام الرياضيات. هنا عندنا اكتب معادلة لكل تمثيل بياني قطبي. أول شيء لازم يكون عندي فكرة عن R هنا بتساوي زيرو، لأنه ما عندهاش قيمة، ما في أي دائرة على هذه الدوائر هنا، يبقى R تساوي زيرو. وباي على ستة، هذه هي منتصف المسافة، واللي هي آه تقريبا هتكون باي على ستة على اتنين، وهي بتساوي باي على 12. يبقى هذه هي معادلة التمثيل البياني لهذا القطب. ليه؟ لأنه هنا قسمت على اتنين، هي نفس المسافة دي، وهذه هي منتصف المسافة. هنا عندي برضو R تساوي صفر لأنه غير موجودة في الدوائر، والزاوية هنا بتساوي كم؟ هي بتساوي 120 زائد 15، ده 15 درجة. وبرضو هنا بتساوي الزاوية هذه 300 زائد 15 درجة، لأنه كل خط هنا والتاني 15 درجة 15 درجة 15 درجة. يبقى المعادلة هتصبح ثيتا equals 135 درجة أو 315 درجة. طيب، في هذه المسألة عندنا قيمة R موجودة. R بتساوي كم؟ هذه هي R بتساوي 4، أو بتساوي ماينس 4 لأنه وصلت للإشارة السالبة. يبقى ثيتا طالما أنها بتساوي زيرو، يبقى المعادلة هي R تساوي 4 أو R تساوي سالب 4. طيب، النوع الآخر من الأسئلة حول الإحداثيات القطبية إلى إحداثيات ديكارتية، اللي هي هنا عندنا 2 وباي على 4، دي طبعا R ودي طبعا هي ثيتا. هنا عندنا الإحداثيات الديكارتية هي X و Y. طيب، معلوم أنه X هي بتساوي R كوساين ثيتا and Y equals R ساين ثيتا. يبقى بتعويض القيم بتاعت R تساوي 2، وكوساين ثيتا هي عبارة عن كوساين باي أوفر 4، وبالآلة الحاسبة هتجينا هذه القيمة. وبالمقابل برضو R تساوي 2، وساين دي ساين ثيتا المفروض تكون ساين ثيتا ساين 2 باي على 4 برضها تساوي نفس القيمة. يبقى المعادلة تصبح x بتساوي 2 روت أو راديكال 2 divided by 2، وفي النهاية بتصبح باي x بتساوي روت 2 وواي أيضا تساوي روت 2. إذا المعادلة أعلاه تصبح 2 روت 2 وروت 2 سكوير روت 2 وجذر التربيع ل 2. مسألة أخرى اللي هي هنا عندنا زي ما عارفين دي R ودي ثيتا، برضو نحولها إلى الصيغة الديكارتية اللي هي X and Y. طيب، R كوساين ثيتا هي X و R ساين ثيتا هي Y. طيب، هنا R بتساوي 5 زي ما هو واضح، وكوساين 240 بتساوي ماينس هاف، وهنا ساين 40 240 equals minus root 3 over 2. وبالتالي تكتب المعادلة اللي هي 5 ضرب سالب نص، 5 ضرب سالب نص، وعندنا 5 ضرب سالب جذر 3 على 2. ويبقى الإجابة النهائية حتصبح هي هذه الأحداثيات. طيب، شوف نوع تاني من أنواع الأسئلة في الفيديو